لما بقينا عادي بنسمع عن اللي بيحصل في فلسطين وفي حياتنا عايشين ومكملين، ولسه بنقول للناس قطعوا وهم مش مقتنعين، يبقى في حاجة غلط. ولما نلاقوا اللي ما يتسموش في فجرهم مكملين وما بقوش شايفين أصلا إن فيه مسلمين، برضو يبقى في حاجة غلط. ولما نلاقي إن عادي إن الأطفال بيقتلوهم ويحطوا ببقهم بنزين ويولعوا فيهم ويحرقوهم، برضو يبقى في حاجة غلط. والستات يغتصبوهم ويقتلوهم، وبالذات الحوامل يستقصدوهم وقدام أهلهم اللي ممنوع يغمضوا عينيهم على اللي بيشوفوه. واحنا يا مسلمين في حالنا ملهيين، حتى مع أولادنا ما بقيناش مركزين، ولا بنفهم ولادنا ايه سبب وجودهم في الحياة، ولا بنعرفهم حاجة عن الدين. اللي ما يتسموش بيخشوا بيوتنا عن طريق تليفوناتنا وتلفزيوناتنا ويسيطروا على ولادنا بأفكارهم المسمومة، بسحرهم، وبكل شيء تتخيلوه. فوقوا يا مسلمين، دي حرب على الدين. فوقوا وعلموا ولادكم، هو ده سلاحهم، دينهم وإيمانهم. ومش هنقاطع، لا، احنا مستغنيين. لو تخيلتوا ان كل قرش بتدفعوه بيشتروا بيه سلاح لو في وش ولادكم، هتقدروا تتخيلوه؟ طب وذنب الناس اللي بتموت هتقدروا تشيلوه؟ حق الجهاد فرض على كل مسلم ومسلمة، واوعوا تفكروا ان احنا مش هنتحاسب على اللي بيحصل في اخواتنا. لا، ده احنا مسؤولين ومدانين قدام ربنا ما دمنا مسلمين. ومش متخيلة ازاي هنقدر قدام ربنا نكون واقفين واحنا ما عملناش اي حاجة لنصرة اخواتنا. اللي قلبه مش موجوع على اللي بيحصل في الناس، يبقى في حاجة في انسانيته، يبقى في حاجة غلط. اللي قادر ياكل ويشرب وقدامه نعم ربنا وما يفتكرش اخواته في فلسطين اللي بيموتوا جعانين، يبقى قلبه في حاجة غلط. اللي القضية ما غيرتش فيه ولو حتى شوية، برضه يبقى قلبه في حاجة غلط. هنجاهد بإذن الله ولو حتى متكتفين، هنكلم ولادنا عن الدين ونحفظهم القرآن ينور صدورهم وعقولهم، لأن هم دول الجيل اللي طالع. ولو تلاحظوا إن دايما الأطفال هم المقصودين، هنعلمهم، هننور عقولهم، هنعلمهم للعلم مش للدرجات. هنفهمهم إن العلم سلاح المؤمن، مش علشان يجمع بيه درجات من غير ما يكون فاهم. زي ما بيحاربونا بالعلم هنحاربهم بالعلم، زي ما بيحاربونا بالفكرة على سيطرة ولادنا هنقوي ولادنا بالقرآن وبدينهم. وزي ما بيحاربونا في اقتصادنا، أظن المقاطعة جت في صالحنا. ولغاية صحوة الشعوب ما تحصل، احنا لازم نجاهد باللي نقدر عليه. يا رب ارضى عنا ولا تغضب علينا يا رب، يا رب. اللهم إني بريئة من أي سكوت أو أي تهاون في حق أي حد مسلم حصل له أي حاجة وما كانش بإيدي إن أنا أساعده. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب ارضى عنا ولا تغضب علينا. اللهم آمين يا رب العالمين.